الأخت ريم. الو. الأخت ريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ارفعين الصوت الله يسلمك. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ احنا عائلة تتكون من 6 ناس، أمنا ولا يوجد لدينا أخ. الحمد لله بعد وفاة الوالد أسلمنا والآن نعيش في مجتمع مشرك. نعم. لو سمحتي يعني يمكن احنا شوي عندنا الصوت ما يصل في الاستديو واضح. لو ترفعين الصوت تعيدي السؤال مرة ثانية إذا أمكن الله يسلمك. يا شيخ نحن عائلة تتكون من 6 ناس وأمنا ولا يوجد لدينا أخ، والحمد لله بعد وفاة الوالد أسلمنا والآن نعيش في مجتمع مشرك ولا أحد يعلم بأننا أسلمنا ولا نستطيع الإعلان بأننا أسلمنا خوفا من مضرة الأقارب والجيران، ولا نستطيع الزواج لأن الذين يتقدمون لنا مشركين ولا نعرف إلا القليل في الدين وذلك من خلال قناة المجد، ولا يوجد في المجتمع الذي نعيش فيه أذان العصر والعشاء، ولا نستطيع الخروج من هذا المجتمع بسبب الظروف المادية، وأين نذهب إذا خرجنا؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ أخت ريم. نعم. إذا تكرمت أنت لا تتصلين من المملكة العربية السعودية. نعم. طيب وهذا الوضع تتحدثين عنه من هنا؟ نعم. طيب إذا أمكن يعني فضلا أن تتصلي بنا إن شاء الله تعالى بعد الحلقة، بإمكان الإخوة في الكنترول الآن أخذ المكالمة والاتصال بنا إن شاء الله بعد الحلقة، سيكون إن شاء الله الدكتور عبد العزيز أيضا موجودا.